السلام عليكم حبيباتي، عدنا إليكم من جديد مع وصفة من وصفات بهجة المتنوعة. اليوم حبيباتي جبت لكم وصفة هايلة. اليوم وصفة تاعنا راح أي دهون عندك في السيراميك تاعك، في البلاط تاعك ولا الأرضية تاعك، مهم في أي بلاصة فيها دهون أو أوساخ متراكمة، هذه الوصفة هايلة لهذه. المهم حبيبتي تبعوا معايا مليح الطريقه، راح ندخلكم في الاخر ما نطولش عليكم. نحتاجوا في هذه الوصفه قشور تاع البيض بعد ما تغسلوها مليح، تغسلوا مليح القشور، تعقموهم، تحطوهم في السمش شويه ينشفوا. المهم قشور تاع البيض هذه راها هايله. فلوف القارص انا هذو من بعد ما نكمل نديرهم في الكونجيلاتور ونستعملهم في هذه الطريقه او طريقه اخرى. ونحتاجوا ماء جافيل ماشي تاع الالوان، جافيل عادي اللي نستعملوا في دائما. ونحتاجوا طاسه، والى حبيتوا تزيدوا معاه الكريستون او اللي تغسلوا به الاواني، هذا تحبوا تزيدوه. الى ما عندكم دهون متراكمه ما تزيدوش، خلوا هذه الوصفه برك. المهم نديروهم في الماء، نحطوهم في طاسه، جلوف الليمون ثاني هايله. المهم هذه الوصفه راها هايله، نحتاجوا هذا البرك. نغلوهم مليح ومن بعد نوريكم واش ديروا. بعد ما غلينا معكم القشور تاع البيض وقشور تاع الليمون اللي قلتلهم عليها انا، الليمون ما نطيشوش، اللي قلت لي نديرها في الكونجيلاتور باش دوكا نوريكم الطريقه. شوفوا تحتاجوا هي، زيدوا غلوهم مليح، غلوهم حتى تلقوا كامل المكونات اللي فيهم. نحتاج بخاخ، يبقالك قيس كاس، نزيدوا فيه ماء جافيل، المهم هذا الوصفه هايله، ماء جافيل. تحبوا تزيدوا فيه بيكربونات ولا او اللي ما عندوش بيكربونات يزيد خميره الحلوى، ولا هذا المكون وحده راه رائع. تخلطوا مليح تزيدوا تعمروا عليها بلو جافيل. المهم الوصفه هذه حبيباتي راها رائعه. كش ما عندك اوساخ في السال دو بان تاعك، في السيراميك ثاني، اي سيراميك في اي بلاصه، هذا راه هايل. جربوا حبيباتي راه روعه. المهم مع انه شهر رمضان على الابواب، ان شاء الله يجي بالعافيه ان شاء الله. راح نجرب معكم هذه الوصفه وتشوفوا بعينيكم. المهم الوصفه هذه حبيباتي جربوها. تحبوا ما تزيدوا معها والو، كما هكذاك راها رائعه. جلوف البيض عندها واحد المكون هايل، والجلوف الليمون والجافيل. المهم حبيباتي دوكا نجرب معكم الوصفه وتشوفوا. ذوقوا هذا المكون مليح. شوفوا انا عندي هنايا
اللي عنده حساسيه في صدرو يدير البافيت. كاين اللي ما يحملش الجافيل. المهم تخلوها شويه 5 دقائق حتى بلا ما تخليه. شوفي هذه راه كانت حتى نحك مليح باش تخرج. شوفوا صباعي برك. ها شوفوا. ها ديري الايزيس تاعك او الاكل او اللي تغسلي به الاواني مع ماء وشويه جافيل وحكي. شوفوا انا بلا ما ندير. شوفوا في ساعة. ما كاين حتى مجهود حبيباتي. شوفوا سيو ثاني على السيراميك ثاني رائع. شوفوا حبيباتي صدقوني والله ما درت حتى مجهود، خرج كما راكم تشوفوا. وهذا راه يخرج بكل صعوبه. شوفوا هذيك راه زيت وغبره يلصقوا على بعضهم. تخيلي كيفاه يعودوا يطولوا ما يخرجوش. حتى نديري الماء سخون، ديري الصابون، ديري انا ما درت لا ماء سخون لا والو. شوفوا حبيباتي النتيجه رائعه. من بعد دوكا نجربها لكم ثاني في السيراميك. شوفوا دوكا نجربها في السيراميك في هذه العين. شوفوا فيها الصدى. انا نغسل فيه طول بصح ما يخرجوليش. شوفوا دوكا كفايه يخرجوا. بقوها خلوها 10 دقائق ومن بعد ولوا. هذا ثاني خرجوه هايل حتى يكون الصدى عنده بزاف يخرج. المهم حبيبتي دوكا نولي لكم من بعد ما مرت 10 دقائق. اللي ما عنده حتى مش زربان معليش يخلي. شوفوا ديروا شوفوا الخروج هايل حتى مجهود. شوفوا هذا كيفاش يولي. شوفوا مانيش ندير في حتى مجهود. شوفوا شوفوا هذا راه كان فيه الصدى. هذا راه مكسره منه بصح الصدى اللي كان هنا راح اختفى تماما. نتيجه رائعه. المهم شوفوا حبيباتي بعد ما كملت معكم هذا الصدى كامل راح. المهم وصفه جربوها راح تجيب معكم نتيجه روعه. من بعد ما كملت معكم الوصفه حبيباتي تاع نهار اليوم كيفيه راها رائعه. جربوها راح تدعوا لي ان شاء الله. المهم بارطاجوا لاكبر عدد بيستفادوا من هذه الوصفه بما انه رمضان على الابواب. باه تجيكم سهله التنقيه تاع البيت نتاعكم. المهم حبيباتي ارجو انكم استفدتوا من هذه الكيفيه. الى اللقاء الى وصفه قادمه.